السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يفوز بثنائية نظيفة على الداخلية ويضرب موعد مع المصري البورسعيدي في دور الثمانية بكأس مصر، وإن بينتظر الفائز في المواجهة في نصف النهائي. الأهلي يرفض إعارة أحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر إلى نادي فيوتشر وينتظر عرض مصري من فريق آخر. كابتن سمير عادل المدير الإداري يستقبل رضا سليم بمطار القاهرة مساء الأمس، والتوجه مع اللاعب لأحد الفنادق الكبرى للمبيت، والتوجه صباح اليوم للخضوع للكشف الطبي والتعاقد مع اللاعب وجلسة التصوير بعد اتمام التعاقد معه. طبيب الأهلي يشيد بالتزام إمام عاشور بالبرنامج العلاجي الموضوع له، ويؤكد أن اللاعب يحتاج ل3 أسابيع للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. طاهر محمد طاهر يتلقى عرض رسمي من الاتحاد السكندري ويقترب حسم موقفه من قبل إدارة الأهلي. الأهلي يقرر توجيه الشكر لسعد سمير ومحمد محمود بعد قرار كولر بالاستغناء عن الثنائي، والثنائي أصبح فري ويحق له التوقيع لأي نادي، وتم قيد الثنائي محمد فخري ومصطفى البدري في القائمة المبدئية حتى يستفيد النادي من بيعهم أو إعارتهم إذا قرر مارسيل كولر الاستغناء عنهم. نادي زد يضم حمدي موسى ناشئ الأهلي لمدة 4 مواسم، ومحمد أشرف ظهير أيسر الأهلي الشاب على سبيل الإعارة لمدة موسم لتدعيم صفوفه. مصطفى شوبير يصبح رسميا الحارس الثاني في الأهلي بعد رحيل على لطفي النادي زد. أمير توفيق يتحرك في 4 اتجاهات مختلفة للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز بعد حصوله على 4 ترشيحات من كولر. الأهلي يعلن راعي جديد له توقيع اتفاقية الشراكة التعليمية بين الأهلي والجامعات الكندية في مصر. مستوى لاعبي الأهلي اليوم يؤكد أن لاعبي الفريق زهقوا من كرة القدم بسبب الموسم الذي لا ينتهي. فيوتشر ينفي أنباء توقيع عمر كمال عبد الواحد للأهلي في الساعات الماضية ويؤكد أنه لم يتلقى أي عروض من الأهلي للاعب. الإسماعيلي يوافق على انتقال عبد الرحمن مجدي إلى أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. الأهلي يفضل بن ظهير أيسر أفريقي من مواليد 2003 للتعاقد معه لا يكون بديل علي معلول، ومصدر يؤكد أن اللاعب محترف في أحد الدوريات الأوروبية ويقدم مستوى مميز مع فريقه. الأهلي يؤكد تمسكه بعمرو السولية ويؤكد أن ما تردد في الساعات الماضية من وجود نية للسماح للاعب للرحيل بعد ضم إمام عاشور لا أساس له من الصحة. سيد عبد الحفيظ يوافق على خصم عقوبة حسين الشحات من راتب اللاعب على عدة مرات وعدم خصمها بالكامل من راتب الشهر الحالي نظرا لالتزامات اللاعب. الرجاء المغربي يبدي اهتمامه بضم أسامة فيصل وإبراهيم عادل ثنائي المنتخب الأولمبي، وبيراميدز يتحفظ ويفضل الاحتراف الأوروبي. الأهلي ينهي اتفاقه مع أحد الشركات لإقامة المعسكر لإعداد الموسم الجديد في ألمانيا ومواجهة شالكة وديا، ويؤكد أنه ما زال يفاضل بين عدة عروض. الكابتن محمود الخطيب يؤكد أن ما حققه الأهلي في هذا الموسم سواء على المستوى الرياضي وعدد البطولات التي حققها فرق النادي المختلفة، وهو شيء يحمل منظومة الأهلي بالكامل مسؤولية كبيرة ومضاعفة.